عمرك حسيت إنك بتدفع فاتورة مش بتاعتك؟ فاتورة اسمها العشم، بتدفعها من صحتك، من فلوسك، من وقتك ومن أعصابك، بس عشان خايف من كلمة عيب أو نظرة من حد من العيلة تقولك إيه ده، هو أنت اتغيرت؟ الحكاية بتبدأ بسيطة جدا، طلب صغير، خدمة على الماشي. ما هو إحنا أهل. كلمة تقيلة قوي، شكلها حنين بس جواها حمل تقيل لو اتقالت في الوقت الغلط وبالطريقة الغلط. ومع الوقت تلاقي نفسك دخلت في دايرة كل مرة بتقول فيها ماشي عشان ما زعلش حد، وكل مرة بتتنازل فيها حتة منك، حتة من طاقتك، حتة من كرامتك، لحد ما تكتشف إنك بقيت شخص تاني خالص. خليني أقولك الحقيقة اللي محدش بيقولها بصوت عالي، مش كل حاجة اسمها عشم تبقى حب، ومش كل إحنا أهل تبقى رحمة. في ناس بتستخدم القرب ده كسلاح، سلاح ناعم بس تأثيره مدمر، اسمه الابتزاز العاطفي. تعالى كده نرجع خطوة ورا ونبص على المشهد من فوق. تلاقي إيه؟ تلاقي شخص دايما بيتطلب وشخص دايما بيدي. الأول بيتحكم والتاني بيستنزف، والغريبة إن اللي بيستنزف هو نفسه فاكر إنه بيعمل الصح، فاكر إنه لو قال لأ يبقى شخص وحش، جاحد، قليل الأصل. وده بالظبط اللي الطرف التاني عايزه، إنه يزرع جواك الإحساس ده. أول لعبة بيلعبوها عليك اسمها زرع الذنب. يعني إيه؟ يعني يخليك تحس إنك لو ما عملتش اللي هم عايزينه يبقى أنت غلطان، حتى لو الطلب أصلا مش منطقي أو على حسابك. تلاقي جملة زي إحنا وقفنا جنبك قبل كده، أو هو إحنا غرب، أو الكلاسيك بقى كنت فاكرك غير كده. الجمل دي مش بريئة، دي مصممة تضربك في أضعف نقطة عندك، إحساسك بالانتماء وخوفك إنك تتشاف بشكل وحش. تاني لعبة أخطر شوية اسمها جاس لايتنج. يعني إيه؟ يعني يشككك في نفسك، يخليك تحس إنك أنت اللي فاهم غلط. لو قلت مثلا أنا تعبت من كتر الطلبات، يرد عليك يقولك إيه الكلام الكبير ده؟ إحنا طلبنا حاجة بسيطة. مع إنك عارف من جواك إنها مش بسيطة، بس مع التكرار تبدأ تصدقهم، تبدأ تشك في إحساسك، تقول يمكن أنا مكبر الموضوع، يمكن أنا حساس زيادة. وده أخطر مكان ممكن توصله، إنك تفقد الثقة في إحساسك. وتالت لعبة المراية الاجتماعية. دي بقى لعبة تقيلة، يستخدموا فيها الناس التانية. كل الناس بتعمل كده، ابن عمك عملها وما قالش لأ، بص فلان بيقف مع أهله إزاي. فجأة تلاقي نفسك في مقارنة ظالمة، هدفها الوحيد إنها تضغط عليك وتخليك تحس إنك أقل، فترجع تاني تقول خلاص ماشي. وهنا بقى السؤال المهم، ليه أنت بتوافق؟ ليه رغم إنك حاسس بالضغط بتكمل؟ الإجابة مش ضعف، لأ، دي حاجة أعمق. أنت اتربيت على إن حبك للناس يجي على حساب نفسك، اتعلمت إن الكويس هو اللي يضحي، اللي يسكت، اللي يستحمل. بس محدش علمك إن في فرق بين الطيبة والاستنزاف، بين الكرم والتفريط، بين إنك تساعد وإنك تتسحب منك الطاقة لحد ما تفضى. خليني أقولك حاجة يمكن تصدمك شوية، الناس اللي بتضغط عليك بالشكل ده مش هتبطل لوحدها، لأنك أنت اللي علمتها تعمل كده. كل مرة وافقت فيها وانت متضايق، كل مرة سكت فيها وانت موجوع، كل مرة قلت معلش، انت كنت بتديهم الضوء الأخضر إنهم يكملوا. طب الحل إيه؟ هل تقطع مع الكل؟ تبقى قاسي؟ تزعل الناس؟ لا، الحل أذكى من كده بكتير. الحل اسمه فصل الدم عن البزنس. يعني إيه؟ يعني تفهم إن العلاقة العائلية حاجة، والطلبات والالتزامات حاجة تانية خالص. مش كل حد قريب منك يبقى ليه حق مفتوح في وقتك وفلوسك وصحتك. القرب مش تصريح بالاستنزاف. أول خطوة إنك تعترف لنفسك إنك متضايق، بلاش تضحك على نفسك، بلاش تقول عادي وإنت مش عادي، لأن طول ما إنت مش شايف المشكلة مش هتعرف تحلها. تاني خطوة تبدأ تحط حدود، والحدود مش معناها إنك تبقى شخص وحش، بالعكس، الحدود معناها إنك بتحترم نفسك وبتعلم اللي قدامك يحترمك. بس هنا بقى اللحظة اللي الكل بيخاف منها، لحظة كلمة لأ. الكلمة الصغيرة دي اللي بتعمل زلزال عند ناس كتير. بس خليني أقولك سر، لأ مش محتاجة تبرير طويل، مش محتاجة قصة، مش محتاجة دفاع. لأ بس، وسكوت. هتقولي طب وهيعدي الموضوع بسهولة؟ لأ طبعا. في الأول هيحاولوا يرجعوك لنفس الدايرة، هيستخدموا نفس الأساليب، نفس الجمل، يمكن بشكل أقوى، عشان يشوفوا أنت هترجع ولا لأ. وهنا بقى بيبان أنت فعلا قررت تتغير ولا مجرد لحظة حماس وهتعدي. في تكنيك مهم جدا اسمه الابتسامة الباردة. يعني إيه؟ يعني تقول لأ بهدوء، من غير عصبية، من غير خناق، ومن غير إحساس بالذنب. واحد يقولك محتاج منك كذا، ترد ما أقدرش المرة دي، بابتسامة خفيفة وسكوت. لو حاول يضغط تكرر نفس الجملة،
من غير ما تدخل في نقاش، لأن النقاش هو الفخ. أول ما تدخل تبرر خلاص اتسحبت تاني. خد بالك، الناس بتحترم اللي عنده حدود حتى لو في الأول زعلت، بس مع الوقت هتفهم إن في خط ما ينفعش يتعدى. وفي نقطة مهمة جدا لازم تفهمها، انت مش مسؤول عن مشاعر كل الناس، انت مسؤول عن نفسك، عن سلامك، عن صحتك. مش كل حد زعل يبقى انت السبب. احيانا الناس بتزعل لانها اتعودت تاخد منك اكتر من حقها، مش لانها اتضغنت. ومع كل مرة تقول فيها لأ وانت ثابت، هتحس بحاجة غريبة. هتحس انك بترجع لنفسك، انك بتستعيد حتة كانت ضايعة منك. هتحس براحة حتى لو في شوية توتر في الأول، بس الراحة دي حقيقية. الموضوع مش سهل ومش بيحصل في يوم وليلة، بس كل مرة هتبقى أقوى من اللي قبلها. كل مرة هتفهم اللعبة أكتر وهتعرف تتعامل معاها بذكاء. وخلي بالك، في فرق كبير بين إنك تحب أهلك وإنك تسمح لهم يكسروا حدودك. الحب الحقيقي ما فيهوش ابتزاز، ما فيهوش ضغط، ما فيهوش لعب على إحساسك بالذنب. دلوقتي خليني أسألك سؤال مهم. إيه أكتر موقف حسيت فيه إنك اتضغطت عليك ووافقت بس عشان العيب؟ ووقتها كنت حاسس بإيه من جواك؟ فاكر الإحساس ده؟ الإحساس اللي بيجي بعد ما تقول ماشي، سكون غريب كده بس جواه ضيق، كأنك خسرت حاجة ومش عارف تسميها. هو ده بالظبط الثمن الحقيقي، مش الفلوس اللي دفعتها ولا الوقت اللي ضاع. الثمن الحقيقي هو إحساسك بنفسك. المشكلة إن الإحساس ده بيتكرر لحد ما يتراكم، لحد ما فجأة تلاقي نفسك بتنفجر في وقت غلط مع شخص ملوش ذنب، أو تدخل في حالة إنهاك مش قادر تدي لأي حد حتى لنفسك. وهنا بقى اللعبة بتتقلب عليك، لأن نفس الناس اللي كانت بتضغط عليك أول ما تتعب أو تبطل تدي تقولك مالك اتغيرت، كأنهم اتعودوا على نسخة منك، نسخة بتدي بس من غير ما تاخد. خليني أقولك على حقيقة تقيلة شوية، اللي بيحبك بجد مش هيحطك في موقف يخليك تختار بين راحتك ورضاه. اللي بيحبك بجد هيسأل عليك حتى لو قلت لأ، لكن اللي متعود يستفيد منك هو اللي هيتضايق وهيحاول يرجعك لنفس المكان. تعال بقى نفك شفرة أهم تكنيك، فصل الدم عن البيزنس بشكل عملي. يعني إيه تطبقه على أرض الواقع؟ يعني لما حد من العيلة يطلب منك حاجة، قبل ما ترد اسأل نفسك 3 أسئلة. هل الطلب ده مناسب لوقتي وظروفي؟ هل أنا موافق من جوايا ولا خايف بس أقول لأ؟ ولو وافقت هدفع إيه في المقابل؟ لو لقيت الإجابة إنك هتتعب أو متضايق، يبقى الإجابة الطبيعية هي لأ. مش لأ عشان تعاند، لكن لأ عشان تحمي نفسك. وهنا لازم تفهم حاجة مهمة جدا، الحدود مش بتتشرح، الحدود بتطبق. يعني إيه؟ يعني مش كل مرة تقعد تبرر وتشرح ليه رفضت، لأن كده أنت بتدي فرصة للنقاش، والنقاش بيفتح باب الضغط تاني. في ناس هتحاول تلعب على وتر إنك قلبك طيب، هيقولك أنا عارف إنك ما بتقولش لأ، وده فخ، لأنهم بيذكروك بالدور القديم بتاعك، الدور اللي لازم تكسره. خليني أديك مثال واضح. حد قالك محتاج منك فلوس ومفيش غيرك. زمان كنت هتتوتر وتفكر ويمكن توافق وانت مضغوط. دلوقتي مش هقدر المرة دي، بس كده، من غير أصل ومن غير عشان. هيقولك طب ليه؟ ترد ظروفي مش سامحة، ويقف الكلام هنا. أول مرة هتقولها قلبك هيدق بسرعة، هتحس بذنب، يمكن حتى ترجع في كلامك، بس لو استحملت اللحظة دي انت كده كسرت أول حلقة في السلسلة. ومع الوقت هتلاحظ حاجة مهمة، نفس الناس هتقلل طلباتها، مش عشان اتغيروا لكن عشان فهموا انك اتغيرت. وفي نوع تاني أخطر، اللي يلعب دور الضحية، يقولك خلاص أنا مش هطلب منك تاني، أو أنا شكلي تقيل عليك. الكلام ده معمول عشان يرجعك تحس بالذنب، بس الحقيقة هو بيحاول يرجع السيطرة. ردك هنا لازم يكون هادي جدا، مش الموضوع كده، بس أنا عندي حدود لازم أحافظ عليها. خد بالك، أنت مش بتهاجم حد، أنت بس بتحمي نفسك. وفي نقطة ناس كتير بتقع فيها، إنها لما تبدأ تحط حدود تبقى قاسية زيادة عن اللزوم، تقلب من شخص بيدي كل حاجة لشخص رافض كل حاجة، وده برضو غلط. التوازن هو المفتاح. في مواقف هتساعد فيها وانت مرتاح، وفي مواقف هتقول فيها لأ وانت برضو مرتاح. الفكرة مش إنك تمنع العطاء، الفكرة إن العطاء يبقى باختيارك مش غصب عنك. تعال نبص للصورة الأكبر. حياتك عبارة عن طاقة، وقت، مجهود. لو كل ده بيتسحب منك بدون حساب هتفضل دايما تعبان ومش عارف تحقق حاجة لنفسك. لكن أول ما تحط حدود هتبدأ الطاقة ترجع لك، هتلاقي وقت لنفسك، هتلاقي تركيزك أحسن، وهتبدأ تبني حياة انت راضي عنها. وفي اللحظة دي هتحصل حاجة غريبة، بعض الناس هتبعد، مش عشان انت وحش، لكن عشان انت ما بقتش مصدر سهل للاستنزاف. وده مش خسارة، ده فلتر بيشيل الناس اللي كانت موجودة عشان تاخد بس. وفي المقابل هيفضل ناس تانية، ناس بتحبك بجد وبتحترم حدودك، ناس وجودها في حياتك مش مرهق بل مريح. خليني أسيبك مع السؤال ده، لو فضلت كده بتقول ماشي لكل حاجة، كمان سنة هتبقى فين؟ هتبقى مبسوط ولا هتبقى نفس الإحساس بس بشكل أكبر وأتقل؟ ولو بدأت من النهاردة حتى بخطوة صغيرة وقلت لأ مرة واحدة بس في موقف أنت مش مرتاح فيه،
تفتكر حياتك ممكن تتغير إزاي؟ الإجابة مش محتاجة حد يقولك عليها، أنت عارفها، بس محتاج تاخد القرار. خليني بقى أقولك على أهم نقطة في الرحلة دي كلها، إنك لما تبدأ تحط حدود هتكتشف إن أصعب مواجهة مش مع الناس، أصعب مواجهة مع نفسك. نفسك اللي متعودة ترضي الكل، نفسك اللي بتخاف من الرفض، نفسك اللي أول ما تحس إن حد زعل تقولك ارجع في كلامك وخلاص. وهنا بقى الاختبار الحقيقي، هتسمع لمين؟ للصوت القديم اللي عايزك تفضل زي ما انت، ولا للصوت الجديد اللي بيقولك كفاية استنزاف؟ خدها قاعدة كده وعلقها جوه دماغك، مش كل زعل لازم يتصلح، ومش كل حد لازم يرضى عنك، ومش كل طلب لازم يتنفس. في ناس هتزعل منك، في ناس هتفهمها غلط، بس في المقابل انت هتكسب نفسك. وهنا بقى التحول الحقيقي، لما تبقى قاعد لوحدك ومش حاسس بالضغط، لما موبايلك يرن وما تحسش انك مضطر ترد عشان الواجب، لما حد يطلب منك حاجة وتفكر بهدوء مش بخوف، ساعتها هتفهم يعني ايه سلام داخلي. مش السلام اللي بيجي من انك ترضي الناس، السلام اللي بيجي من انك راضي عن نفسك.